لا أنا اللي نعرفه واللي درسته أنه في الحروب التي يتم شنها أو في الحملات أو إلى آخره، أوصى الرسول أو أوصى أبو بكر، نذكرها المعلومة هذه، أنه لا تقتلوا الصغار أو العجائز، لا تسبوا النساء، فهذه وصايا من وصايا أبي بكر. تجب تذكرها أنت هذه؟ هذا أولا هذه وصايا النبي صلى الله عليه وآله أولا، التي تبناها. ثانيا جيش أبو بكر ذهب إلى بني يربوع، قبيلة عربية، وكان زعيمهم مالك ابن نويرة، وكانوا مسلمين، صلوا معهم، ثم لما ناموا أخذوا مالك قائد هذا الجيش، أخذ مالك بن نويرة وقتله، وتزوج زوجته في نفس الليلة. من فعل ذلك؟ وأخذ رأسه ووضعه تحت القدر، وطبخ وليمة على شرف زواجه بزوجة مالك بن نويرة المذبوح في نفس الليلة. من فعل ذلك؟ خالد بن الوليد. حادثة مقتل مالك ابن نويرة. ولماذا قتل مالك؟ هو بحسب ما يقول مالك قال قتلتني هذه زوجتي، كانت امرأة يضرب بها المثل، رآها هذا القائد فقتله لأجل هذه الزوجة. فلا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا. نعم نحكيه على أبو بكر ومن جاء بعده. هل تم تطبيق هذه المبادئ التي أوصى بها هذا الرسول؟ جيش أبو بكر، هذا جيش أبو بكر، خادم جيش أبو بكر في وقت أبو بكر صار. طبعا. وكان عمر مصر أن يعزل ويرجم خالد، وأبو بكر رفض. فلا تقطعوا شجرة ولا تكسروا غصنا، ولا مؤرخ في التاريخ أنه قص رأسه. طبعا وطيب، عملوا حجرة تحت الطنجرة رأسه. وفي التاريخ يقولون أنه هذا الرأس لم يحترق، وهي كرامة من الله لظلامة هذا الشخص. قالوا له هو لم يحترق لكثرة الشعر في رأسه، ولا عنده الشعر هو اللي يلحم فيه. على كل حال فتشوا شيط الروس بداية من وقتها. نجم نقول ربي يهدي لنا، والله قل اللي تحب، وخلي المشاهد يقول اللي يحب، لكن المشاهد فليسجل هذه القضايا، قضية مقتل مالك بن نويرة، وفليبحث. نعم فليبحث. هذه حلقة تحث على البحث. عملنا الحلقة هذه للحث عن البحث.